مرحبا، معكم رنا برهومي صاحبة مخبز دربيكر. اليوم حنسوي خبز، بس خبز حلو أو اسمه سويت بريد. الخبز الحلو ممكن نستخدم فيه مثلا نسوي فيه شبيه للفرنش توست، ممكن نحشيه بحشوات مختلفة. اليوم حنوريكم كيف حنسويه. حنبدأ أول شي بالمكونات. حبدأ في المكونات الجافة. عندي هنا نص كيلو من الدقيق، حضيف عليها عندي 45 جرام من السكر، عندي 10 جرام ملح، وعندي هنا آخر شيء 6 جرام من الخميرة. هضيفهم مع بعض. عندي هنا بالنسبة للمكونات السائلة هخلطها هنا مع بعض، بعدين أضيف عليها المكونات الجافة. هنا عندي بيض، عندي هنا الزيت 40 جرام. آخر شيء هضيف عليهم المكونات الجافة، وعندي هنا 185 ملي من الموية، وكلهم هعجنهم في العجانة مع بعض. عندي هنا العجينة بعد ما تخمرت وتضاعفت حجمها، أخذت ساعة من التخمير. هطلعها. أول شي العجينة هنا هقسمها بقسمين بهذا الشكل. عندي هنا هاخد 3 كور متساوية. هحط شوية زيت، أنا هحط على يدي شوية زيت، هحط على الطاولة شوية زيت عشان تكون أسهل في العجن. أول شي همسك الكورة الأولى هلفها دائرة بهذا الشكل. الحين هضغط في النص وحوزع على الأطراف، هسويها بشكل متساوي. الحين هجيبهم 3 همسكهم في بعض بهذا الشكل. هحطها هنا على صينية الخبز. بعد ما تخمر حدهنها بالبيض، ضروري اني ادهنها بالبيض علشان يعطيني اللون الاحمر الكويس. حدخلها الفرن، حنوريكم كيف بعد الفرن. هنا عندي الخبز بعد ما خلص، شوفوا كيف شكله طلع، والبيض اعطاه لون مرة حلو. حقطعها عشان اوريكم اياها كيف شكلها. وهذه الوصلة شوفوا كيف شكلها من هنا، وعجينة طرية. هذه الوصلة حفتحها من النص بهذا الشكل. هنا ممكن تحشوها، أحيانا أنا كنت أحشيها مثلا تفاح مع قرفة، ممكن أحشيها شوكولات. أنا حوريكم كيف حيطلع شكلها لو تحمصت. هنا بس عندي حطيت زبدة. ححمصها بس من الجهتين. هنا عندي تقريبا أخذ لون مرة حلو، عندي تحمصت هنا من الجهتين. ممكن تحشوها أي شيء، أو ممكن حتى إنها تتاكل زي ما هي، لأنه العجينة نفسها حلوة والطعم حقها حلو لوحده من غير أي حشوة. هذه كانت وصفتنا لليوم، خبز الحالي